بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المحشي. طبعا عملته مع بعض عملنا مع بعض قبل كده المحشي. بس انا بعمله عشان البنات اللي لسه داخله عندي جديد. انا عارفه كلنا شاطرين وكلنا عارفين بنعمل ازاي، بس كل واحده وليها تكه في المحشي. بصي يا ستي، انا عندي كرومبه. طبعا كنت مقطعاه وحطاه في الفريزر، وعندي ورق عنب برضو كنت مسلقاه وحطاه في الفريزر، وعندي البصل وعندي القوطه. بس عايزه ابدا قبل ما ابدا الفيديو يعني اشكر كل الناس من داخل مصر وخارج مصر، كل الناس اللي بتدخل الفيديو وتساعده، ويا رب يوفق الجميع ان شاء الله. هنقطع بقى البصل ونيجي مع بعض شويه نعمل ايه. بصوا بقى، انا قطعت البصل اهو. هنحط بقى ايه، ريحه سكر كده عشان يبقى مكرمل كده البصل. ما تكتريش يعني، ريحه بصل بس. البصل مع ريحه السكر دي بتخلي البصلايه تدبل وتسرح في التسويه كمان، ماشي. وبتخلي كمان البصلايه ايه، طعمها حلو كده مع السمنه. نحط بقى ايه، شويه زيت. المحشي بيحب الايه، بيحب الحاجات اللي هي السمينه، يعني تحطي كده شويه زيت معتبرين. حطي بقى، عندك ليا، عندك جاهز زي كده مسيحاه، حطي عشان ايه، يبقى طعمه حلو يعني. واحط كمان معلقه سمنه. البصله ايه قربت تحمرنا ايه. هنحط بقى ايه، ورقه غار، ماشي. وهنحط كمان ايه، بص دلوقتي ده اللي هي الحته اللي بتبقى فايضه. بصي يعني احنا بنسيح الدهن اهو. ده الحته اللي بتبقى ايه، يعني صيحناها، بتبقى القطعه اللي هي بتبقى فايضه منها. انا ما برميهاش ليه بقى، بتدي طعم قوي برده مع المحشي. بمسكها وادقها كده واحطها كده مع المحشي، مع تقليه المحشي، بتبقى جميله جدا، بتخلي طعم المحشي يعني بطريقه تانية. هنحط دلوقتي ايه كمان، هنحط ايه، ده فلفل حراق برضو انا طحناه بس اللي هو الاحمر. هنقلب بقى كده، برضو بيدي طعم للمحشي، بيديها سكه تانية برضو هنسيب بقى البصل والحاجات دي تحمر شويه ونيجي مع بعض ان شاء الله. اللون كده حلو قوي. نعمل بقى، نحط الصلصه. جايبه الصلصه اللي هي بره دي، نحط كده معلقتين كبار ونقلب بقى كده. جربوا الطريقه دي يا جماعه، بجد المحشي هتشيل اخر الدنيا. ونجيب قوطه نعصرها، نقلب بقى كده. بصوا منظرها، هي بتتكلم عن نفسها اهي. شوف شكلها لسه بقى لما تتسبك كمان. هنحط بقى التوابل دلوقتي. هنحط بقى التوابل، برضو التوابل حسب ما انت تحبي. انا احط كده الملح، ماشي. الرز طبعا المحشي بيحط ملح كتير يا جماعه، مش كتير قوي يعني. شويه هتحط لي معلقتين ملح. فلفل كده. انا بقول يا جماعه للبنات المبتدئين، عارفه كلنا ما شاء الله شاطرين. حطي كمان الشطه، لو عندك اطفال ما تحطيش، بس عشان احنا عندنا هنا ما بياكلوش الحاجه غير ايه، بشطه. حطي كمان الكمون ونقلب بقى كده، ونسيب بقى الحاجات دي كلها تتسبك مع بعضيها ونيجي مع بعض، ماشي. بصي التقليه ما شاء الله. بصي لما تعرفي بقى ان الزيت والسمنه اللي انت حطيتيها طلع اللي فوق ده، تعرفي كده التقليه استوت، ماشي. هنحط بقى ايه، شويه خضره، نص الخضره كده، ونقلبها كده في التقليه. بص منظرها ما شاء الله. نحط بقى كمان الرز، غسلناه طبعا. بص بقى نقلب بقى كده. انا عايزه اقول لكم الريحه قلب الشقه. جربي الخلطه دي يا جماعه، جميله جدا، ماشي. هنقلب بقى كده الرز مع التقليه ونسيبه بقى ايه، يجي 10 دقايق كده على البوتاجاز عشان يشرب ايه مع بعض. بصوا بعد ما اخلص بقى، ما نزلته مع البوتاجاز، هحط كمان شويه خضره. احنا حاطين طبعا في التقليه، هنحط كمان شويه عشان يبقى يديله طعم كمان حلو.
اعملوها بالطريقه دي يا جماعه، والله المحشي هتشم ريحته من اخر الدنيا صدقوني بجد، والطعم ما اقولكوش. بصوا الرزايه مفلفله حلوه ازاي. بصوا الحله بقى نحط فيها ايه، قوطه كده من تحت في القعر كده. في ناس بتحط كرنب برضه، انا هحط برضه شويه تشكيله كده من تحت عشان ايه الطبقه اللي تحت ما تتحرقش. وفي ناس بتحط اللي هي ورقه الكرنب بس الحاجات دي بتدي طعم للمحشي من تحت كمان، لما بيستوي يعني. هنحط كمان قرن فلفل. الحله طبعا دي مكان الرز يا جماعه اللي انا عامله فيه تقليه، والرز اللي انا عملته الخلطه ماشي. وادي الرز شوف منظره عامل ازاي. هنحط برضو فلفل كده من تحت. الفلفل ده لما بتيجي تستوي طبعا بيدي ريحه بقى ويقلب الدنيا. هنحط كمان شويه بصل، طبعا البصل ده القشره اللي هي من فوق مش برميها، برضو استفيدوا من اي حاجه تحط برضو في القعر كده تدي طعم للمحشي. هنحط كمان ورق كرنب. انت بتحطي كل حاجه في القعر. المنظر ده تفردي المنظر ده كده. نحشي بقى الايه حله الكرنب الاول، ونخلي ايه حله للايه ورق العنب. بص يا ستي انا طبعا مقطعه الكرنب كده حسب ما انت عايزه ايه، صباع كبير او صغير ماشي. هنحط بقى كده بفرد البتاع كده على ايدي، واحط شويه رز. ما تكتريش عشان كتر ما بكتريه الرز من جوه ما بيستويش. وتلف كده. في ناس بتلف يعني ايه من كده ماشي اللي جوه، انا بلف لبره صراحه. شوف ادي الصباع عامل ازاي ما شاء الله. وتحطي كده وترصي، اهم حاجه الرص. نمسك برضو كده الورقه ونحط شويه كده ونفردها، ونجيب كده الورقه كده ونلف بالمنظر ده، والزياده تشيليه اهو. ترصي كده برضو جنب الصباع التاني اهو. ادي الورقه كده ماشي. انا بقول للبنات المبتدئين، انا عارفه كلنا شاطرين. بصي بالمنظر ده كده، نحط شويه كمان منها ونجيب كده ونلف بالمنظر ده كده. يا رب حد بيستفيد من القناه بتاعتي اهو كده. كل حاجه سهله يا جماعه. المنظر ده كده. طبعا لو حبيتي تشتري انت محشي من بره غالي، حاجات الطواجن اللي بتشتري من بره والمحلات بره يعني بتبقى غاليه يا جماعه. نعمل حاجتنا ببيتنا، بلاش يعني الدليفري على طول يا جماعه، حاجه بقت غاليه. بالمنظر ده كده. حتى لو انت شغاله انت ممكن تعملي التقليه من بالليل وتجهزي كل حاجتك من بالليل ماشي. وتصحي الصبح تيجي من الشغل ايه تعملي تسوي الحله، تحطيها في التلاجة مش هيجرى لها اي حاجه. المنظر ده كده. ونفرد برضه بالمنظر ده ونلف. اخلص بقى اللف المحشي ونجيلكم. نسيت كمان اوريكم اللي انا جايبه عامله كمان كوسه ماشي. انا مقوراها بصوا مش جايبه للاخر، انا مخليها برضو شويه عشان كل ما بتخليها فاضيه بتبقى عامله زي الجلد. ما تيجي تستوي لازم تخلي لها ايه روح من جوه كده، او حته كده في اللحم يعني كده ماشي. وننضف برضو الصباع كده والرص. في ناس بتحط يعني المحشي الكرنب لوحديه والحاجات، انا بحب ايه الكوسه والفلفل والحاجات دي مع بعض، يا ورق العنب لوحديه. ليه؟ لان بحط عليه ليمون بالمنظر ده كده. انا قسمه طبعا كوسه كبيره فانا قسماها. ونرص برضو كده، بحط جزء للكوسه والفلفل وجزء لايه للكرنب. ونحشي برضو كده بالمنظر ده. في ناس بتوقف الحاجات المحشي، انا صراحه ما بحبش اوقفها صراحه، برصها كده جنب بعضيها. هنرص بقى الحاجات كلها ونجيلكم ماشي. بص كده خلصنا ما شاء الله. ادي الكوسه خليتها لوحديها والفلفل ماشي، وادي ايه الكرنب كده. خلصنا الحله دي. هنعمل بقى ايه حله ورقه العنب. برضه هنحط في القعر برضه قوطه المنظر ده كده، قطع صغيره. برضه هنقطع فلفل، بصل، زي ما عملنا في الحله اللي ايه بتاعت الكرنب بالمنظر ده كده. بص يا جماعه دي ورق العنب اهي، هي صغيره هي حقيقة الكبيره. طبعا عندك في واحده هي اللي هي الناعمه وفي واحده الخشنه. هنقلبها كده على الخشنه كده ماشي. وهنجيب بقى شويه ونحط بالمنظر ده كده، وتجيبي دي كده ودي كده، وتجيبي الناحيه دي كده ودي كده. طبعا انا بقول كلنا شاطرين بس بقول البنات المبتدئين يا جماعه بالمنظر ده. ادي الصباع ونرص. لو ورقه بقى حلوه كده كبيره، بس هو الورق العنب اللي جايباه طلع صغير بالمنظر ده كده. برضو هنمسك الورقه نفردها كده على ايدينا بالمنظر ده. ده الظهر طبعا
هنحط برضو شويه كده المنظر ده. نجيب دي كده ودي كده والناحيه دي كده، ونتلم الناحيه دي كده، تمسكي كده الصباع وتلف. خلاص كده ادي الصباع، شايفه؟ وترصي. هنخلص بقى ونجيلكم. دلوقتي كده خلصنا. ادي حله المحشي اللي هو ورق عنب وادي الكرنب، هنحطهم بقى على البوتاجاز يستوي ونجيلكم. ماشي. دلوقتي بصي بقطعه فرخه صغيره كده، انا مطلعاها طبعا من الفرخه. طبعا انا بجيب الفرخه يا جماعه، ما بجيبش الوقت بانيه خالص، منعت البانيه. بجيب الفرخه بطلع منها الصدر، بعمل منها ساعات كفته، ساعات بعمل منها اللي هي الكفته، قصدي الرز، الكفته اللي هي العاديه. بعمل منها البانيه. يعني بتبصي الفرخه بعمل منها كذا حاجه. دلوقتي ادي قطعه البانيه، يعني القطعه اللي هي بتاعت الصدر بتاعت الفرخه، طحنتها. وجبت بصلايه كبيره، وجبت قرن فلفل احمر وفص توم يعني، وضربتهم في الكبه. هنعمل بقى ايه؟ هنمسك طبعا الحاجات اللي احنا عملناها دي، هنعصرها بقى كده في طبق تاني. ماشي. المنظر ده كده الميه بتاعته. هنصفي بقى الميه بتاعت البصل ونجيلكم. بص بعد ما عصرت البصل الحاجات البصل اهي، اللي هي القرن الفلفل والثوم. ماشي. هنحط بقى قطعه الفرخه كده عليها كده بالمنظر ده. هنحط كمان شويه خضره. انا بحط الورق بس يا جماعه، ما تحطش العصيان. ماشي. هنحط بقى الملح. هنحط الملح كده شويه، ما تكتريش ما تبقاش مالحه. المنظر ده كده. توابل برضو حسب ما انت تحطي. ماشي. هنحط كمان فلفل اسود. هنحط شويه ريحه زيت. هنحط برضو ريحه خل. الكفته دي يا جماعه جميله جدا. هنمسك بقى كله كده، انا ايدي غسلاه يا جماعه. ماشي. الكفته بالمنظر ده كده. والميه اللي طلعت من البصل هنحط عليها ايه بقى؟ شويه فلفل اسود، شويه ملح، المنظر ده كده، ونقلبهم مع بعض ونجيلكوا بقى شويه. هنجيب معلقه زي كده ونمسك بقى نحط ايدينا اول في الميه، ونمسك الكفته كده، ونجيب المعلقه بالمنظر ده كده، ونصبع بقى. تمسك الكفته وتعمليها كده زي بتاعه المحلات اللي بره. ماشي. تعملي بايدك كده صوابعك، شايفه؟ تمسكي كده الصباع وتاني تحطي كده. نمسك برضو كده، نحط ايدينا اول في الميه، وبعد كده نمسك برضو زي كرة صغيره، ونمسك المعلقه كده ونعمل. طبعا لو انت عندك العصايه دي اللي بتعمل فيها الكفته او السيخ، اعملي. انا بس ايه، بصرف نفسي. منظر كده نشد كده ونحط برضو. بصوا انا عامله طبعا ايه برضو، حاطه قوطه وحاطه بصل في القعر عشان ايه الكفته ما تحرقش مني. هخلص بقى واجيلكم. بصوا ما شاء الله بقى عامل ازاي. حطيت قطايم كده قطعتها، وادي ورق العنب بجيب نص ليمونه واعصر عليها كده المنظر ده كده عشان ايه يبقى مزز. في ناس بتقطع شرايح الليمون عليه ويسويه، لا انا بحط كده. ياخد بقى شويه على البوتاجاز 5 دقايق، وبعد كده بطفي عليه. بص الكفته بعد ما استوت ما شاء الله جميله، بألف هنا والشفا.